علي ممتازة من معلول، كرة جول معلول، علي معلول خطيرة جدا، والهدف الأول للنادي الأهلي 1-0. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معاكم عماد العطار. أهلي أهلي أهلي، أنا فعلا بشجع الأهلي. الأهلي يفوز اليوم على يانج أفريكانز بهدف الشحات ويحسم الصدارة في دوري أبطال إفريقيا. علي ممتازة من معلول، كرة جول معلول، علي معلول خطيرة جدا، والهدف الأول للنادي الأهلي 1-0. إيه العظمة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ كل الشكر والتقدير للعيبة الأهلي لأنهم أسعدونا ودايما بيسعدونا. ربنا يبارك فيكم وربنا يوفقكم بإذن الله تعالى. بصراحة كانت مباراة قوية جميلة ممتعة، فوز مستحق للنادي الأهلي، استحقاق عن جدارة، صدارة. أهلي أهلي أهلي، أيوة كده، أيوة كده، حاجة تفرح، حاجة تشرف، دايما بطولات. يعني أنا مش عايز أقول عيني عليكم باردة. تعالوا معانا نشوف المباراة ونشرح المباراة ونحلل المباراة واحدة واحدة كده معايا. الأهلي حسم الصدارة، خلاص بقى متصدر، بقى الأول، أول مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه اليوم المستحق على نظيره أفريكانز التنزاني، يانج أفريكانز التنزاني، بهدف دون رد. استضاف الأهلي نظيره يانج أفريكانز على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري إفريقيا، وسجل الهدف حسين الشحات في الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من علي معلول استقبلها الشحات بتسديدة سكنت الشباك. هدف، وهدف مؤكد، وهدف ممتع، وهدف رائع للنادي الأهلي. أهلي أهلي أهلي، بصراحة حاجة جميلة، أنا فرحان. الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني. وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية أمام ميدياما الغاني قبل أن يحسم الصدارة بفوزه اليوم على يانج أفريكانز. وعلى الجانب الآخر وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها فاز شباب بلوزداد الجزائري على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد ليصل إلى النقطة 8 متساويا مع يانج أفريكانز، لكن الأخير يتأهل مع الأهلي بسبب المواجهات المباشرة. ما تيجي نشوف أحداث المباراة. في الدقيقة 4 كان في عرضية من جانب النادي الأهلي عن طريق أكرم توفيق، ولكن أعلى من موديست وتمر للجانب الآخر. في الدقيقة 5 مباراة معظمها في وسط الملعب ولا خطورة على مرمى الفريقين، مرت 10 دقائق بدون أي خطورة على مرمى الفريقين. الأهلي يبدأ الضغط بقوة داخل منطقة جزاء يانج أفريكانز، ولكن دفاع الخصم ينجح في تشتيت الكرة بعيدا. في الدقيقة 18 هدف أول للأهلي عن طريق تمريرة رائعة لعلي معلول، والذي قام بإرسال أرضية من مرة واحدة لبيرتسيتاو الذي سددها في الشباك، ولكن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل على النجم التونسي. في الدقيقة 22 فرصة خطيرة ليانج أفريكانز بعد عرضية من الجبهة اليسرى وصلت الإيفواري كان دانيو الذي سددها بقوة، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.
دقيقة 23 عرضية جديدة من جانب يانج أفريكانز، ولكن يتدخل عبد المنعم في الوقت المناسب ويبعد الكرة قبل وصولها للمهاجم. في الدقيقة 25 فرصة خطيرة وانفراد شبه تام لموديست، ولكنه يسدد كرة ضعيفة يتصدى لها اللاعب بسهولة. في الدقيقة 27 ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي من الجبهة اليمنى تنفذ سريعا، ولكن مدافع يانج أفريكانز يتدخل ويحولها لركلة ركنية جديدة ينفذها معلول ويضربها عبد المنعم برأسية قوية ولكنها ترتطم بالشباك من الخارج. في الدقيقة 42 فرصة رائعة من جانب يانج أفريكانز بعد مراوغة رائعة من مهاجم الفريق لمدافعي الأهلي وتسديد كرة قوية، ولكن مصطفى شوبير يتصدى لها ببراعة. انتهى الشوط الأول 0-0. بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 الهدف الأول للنادي الأهلي بعد انطلاقة رائعة من جانب علي معلول وتمرير الكرة للخلف لحسين الشحات الذي سددها من مرة واحدة في الشباك. في الدقيقة 51 من جديد مصطفى شوبير يتألق ويتصدى لرأسية خطيرة من جانب لاعب يانج أفريكانز ويحول الكرة لركلة ركنية. في الدقيقة 55 حسين الشحات يتعامل برعونة مع فرصة خطيرة للأهلي رغم مواجهة المرمى مباشرة، لكنه يفضل التمرير بالعرض وينجح الدفاع في تشتيت الكرة. في الدقيقة 60 عرضية ممتازة من مروان عطية يضربها موديست برأسية قوية ولكن الحارس يحولها لركلة ركنية. في الدقيقة 75 كولر يجري 3 تغييرات. في الدقيقة 80 وسام أبو علي يفشل في تسجيل فرصة هدف محقق للأهلي بعد أن أرسل له معلول عرضية هدية، ولكن المهاجم الفلسطيني يفشل في السيطرة على الكرة.